فهو يهدين، الله تعالى يهدي قلبي. الملائكة ما يقدرش يهدوني، ولا النبي ما يقدرش يهدون قلبي أبدا. وسمعتوا قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب لما حضرت الوفاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول أبو جهل عبد الله بن أبي أمية: أترغب عن دين عبد المطلب؟ كيف ترك دين أبوك سيد العرب واتبع دين جديد؟ فكان آخر كلاما أن قال: هو على دين عبد المطلب وعلى دين أبيه. مع أن هذا الرجل الآن يعني كان يفضل النبي على أولاده، وكان يحسن إليه كل الإحسان من حين كان عمره 10 سنين إلا احتفت ب50 وهو معاه. هو الذي يقول: والله لن يصلوا إليك بزعمهم حتى أوسد في التراب دفينا. والله ما يوصلك يا محمد الأعداء إلا أنا تأتوسد التراب وأن دفن عادي يوصلك إذا كان يوصلك. فاصدع بأمرك ما عليك مضاضة فلقد صدقت وكنت ثم أمينا. أصدع بدينك، أجهر به، أرفع صوتك، علم دينك، أنت صادق وأمين. ما كانش مؤمن، قال شاهد بأن النبي صادق وأمين، ولكن لما أنه أبى أن يتدين بدينه ما نفع ذلك. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والله لولا أن أخاف الناس يلوموني ويقولوا بدل دين أبوه وأجداده، والله لا تبعت كان الأول سمحا بذاك مبينا. فهذا أبو طالب اللي حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات مشرك حزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الله تعالى: وش يا محمد أنت اللي تهدي ولا أنا؟ أنت ما تقدرش تهدي اللي تحب، الله تعالى هو اللي يهدي. والله ما يهدي اللي طلب الهداية. لما طلبش الهداية كيف يهدي الله تعالى؟ يا عبادي الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. طلبوا الهداية أهدكم. خير أديان البرية دينا. عم هذا نفسه يقولوا: لقد علمت بأن دين محمد من أفضل الأديان، ولكن لما ما اتبع شيء ما نفع شيء هذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اللي كان له عوض أبيه وأحسن من أبيه، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. أنا راح استغفر لك الله إلا إذا نهاني ربي. واستغفر له ونهى الله تعالى، فأنزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما يجوز للنبي ولا المؤمنين يستغفرون لمن مات على الشرك ولو كانوا آباءهم أو إخوتهم أو أقاربهم، ما يستغفر لهم. إذا ماتوا على الشرك يتركوه ما يستغفر.